كيدير كميه كبيره تبارك الله. انا كنتي مجعبه. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ الصحه ديالكم مزيان؟ كلشي بخير ان شاء الله. تكونوا كاملين بخير يا ربي الكريم. نبقاو دائما مع تحضيرات رمضان. غدا ان شاء الله ناويين نعمل شويه شباكيه، ف جيت من السفر لقيت اخي كيسبغ الدار، فما عنديش الوقت بزاف. فاليوم غنصايب التحضيرات الاوليه، وغدا ان شاء الله بالنهار غادي نصايب معكم الشباكيه. فاول حاجه ان شاء الله غنصايبها هي العسل. واحد الكوكوط تكون عندنا شويه كبيره. انا هرست هنا 2 قوالب ديال السكر، كل قالب فيه 2 كيلو. فكل قالب غنضيف ليه لتر د الماء. هنا عندي 2 قوالب، يعني غادي نضيف 2 لتر د الماء. عملت واحد الحامضه قطعتها طراف، واكيد بطبيعه الحال حيدت لها العلفه. فغنديرهم فوق العافيه. ملي تبدا الصفر الكوكوط كتصفر غنحسب ليها 45 دقيقه ونطفي عليها ان شاء الله. انا هنا غربلت كيلو ديال الدقيق. اللي غنضيف عليه 2 معالق ديال حبه حلاوه والنافع اللي مكوكلين ومغربلين بطبيعه الحال. انا عندي عندنا مخلطين. غنضيف لهم معلقه تاع قرفه حتى هي مغربله ديجا، معلقه صغيره ديال الملحه. غنخلط النواشف مع بعض في الاول. غنضيف واحد الكاس ديال الزيت، ديما بكاسه العنبه باش كنعبرو. واحد الكاس ديال الزبده نوازيت، الزبده اللي ذوبناها حتى ترجع نوازيت. وغنبسو المكونات مزيان مزيان مع بعض. انا كنت باغيه نضيف حتى الجنجلان في هاد الساعه، ولكن للاسف مولي ناقص ما طحنتليش مزيان الجنجلان. فغنخليه حتى الغدا ان شاء الله، ونعاود نطحنو مع حوايج ليكيد وصافي. غنغطي عليه ونخليه حتى الغدا باذن الله. العسل ديالنا هي طابت راه واجده، ما حدها سخونه. غنحيد داك الحامض. وباش تعرفوا بلي العسل ديالكم طابت راه مزيان، خص لك كل ديال الحامض يرجع بهكا. غنرجعها فوق العافيه واحد دقيقه، ونضيف لها نص كاس ديال المزهر، واحد المعلقه كبيره ديال الكليكوز. هذا كيعوض لنا المسكه الحره، كتخلينا العسل شويه هكذا وكتشد مزيان على الشباكيه. فغنخليها غير واحد 2 دقائق ولا 4 دقائق ونطفي عليها. خميره حمراء هي 7 غرام. طحنت هنايا 2 كيسان ديال الجنجلان، كاس بعبار ديال. غادي نضيف كاس ديال المزهر، نضيف كاس ديال الماء، واحد ضربه ديال الزعفران، كنجي نخلط بهذا الشكل.
غنطفيه واحد شويه، نضيف شويه فانيلا شويه الخليط. انا غنضيف له ربع كاس تاع الخل، هي 2 معالق كبار نورمالمون، مكتروش الخل بزاف، شويه. غنضيف عليه 2 بيضات، 2 صفر البيض، غنضيف لها شويه خماره رافعه، غير شويه، شوفوا معلقه صغيره بزاف، كنضيف غير نص معلقه صافي. هذا هو الخليط. واحد كاس تاع الماء دافيه نحطو هنا حدايا، ونسى زعما نحتاجوه. عجينه راه قاصحه بزاف بزاف، ولكن حاولوا معها غير بشويه بشويه. شوفوا شحال ضفت تاع الماء، باقي ليه هكا، ما غاديش نضيفو حيت شحال ما كانت العجينه قاصحه شحال ما جاتكم سهله في التشكال، وكذلك كتجي هشيشه في الماكله. نخليها تطلق واحد شويه باش نوجد الحوايج اللي باقيين. بون بعد ما العجينه طلقت شويه غنحاول نقسموها، وما نديرهمش كبارين. غادي نجيبو المدلك وغنديرو الفيوتاج. هاد الفيوتاج كيساعدنا بزاف من بعد باش كتجي لنا مرقه وهشيشه، وفي نفس الوقت كنعاودو ندلكوها بهذا المدلك. انا غنحطهم غير حنا حدايا حيت غنعاودهم 2 مرات 2 مرات. بعد ما سريتهم كاملين غادي نعاود نرجع لاول وحده، نعاود لها الفيوتاج. تاكدوا ان هذه العمليه غتساعدكم بزاف بزاف. دابا اي وحده عملتها غنديرها في اللي كندخل، باش غنخليها تستريح واحد نص ساعه ونرجع، ماشي كاع نص ساعه، واحد 20 دقيقه ونرجع عندها. بون دازت واحد 20 دقيقه، العجينه راها ارتاحت. انا وجدت بلاطو باش غنحط، على بركه الله نبداو ان شاء الله. عندنا الجراره، وعندنا هادي. انا غنشوف باش غنعمل، على غدا غنعمل بالجراره كتجيني اسهل. وغنبداو بطبيعه الحال اول وحده بدينا بها هي هادي. كندوز لهم هنا حدايا، بسم الله. ان شاء الله تكون ارتاحت مزيان. بطبيعه الحال كل وحده طريقتها تشبك. انا كندير الطريقه القديمه اللي كتجيني سهله، 1 2 3 4 5. كندير 5 حتى الاشرطه
السادسة نقطعها، ناخد وحدة وننزل وحدة، ناخد وحدة وننزل وحدة، وناخد وحدة غناخد 3 الفوق وجوج لتحت. ناخد هذا وندخلو هنا في الوسط ونقرصو مزيان. فوالا واحد الشكل اخر، 1 2 3 4 5 والسادس نقطع فيه. ف هما هادو كناخدو جوج كنحطوهم فوق جوج، كنحطو فوق جوج بهاد الطريقه. كنجيبو هادو جوج مزيان. الوغ كنجيو هنا وكنقلبوه. اي فوالا كتجي هكا. نعاود معكم هادي. كنديرو 1 2 3 4 5 ناخد الاشرطه وحده. ناخدو جوج فوق جوج فوق جوج بهاد الطريقه. نجيبو هذا مع هذا نديروها مزيان. الوغ نجيبو هكا ونقلبو. كتجي بهاد الطريقه. نعاودو وحده اخرى. بسم الله هذا شويه غليظه، غادي نرققها. فوالا 1 2 3 4 5 6 نقطعو. كناخدو ها هما 6 تاع الاشرطه. كناخدو جوج فوق جوج بهذا الشكل، ونعاودو نديرو جوج اخرين بهذا الشكل. كنجيبو هذا مع هذا نقرصوه مزيان. كندخلو صبعنا هنا كنقلبو. فوالا كتجي هكا. لكن انا غادي ندير الطريقه نتاعي نيشان، حيت لقيت ندير هكا نشكل. غنبقى هنا 1 2 3 4 5 وحده نهزها نحطها، وحده نهزها، وحده نحطها، وحده نهزها. فوالا بدات تشبه مزيان. غنخلط 3 4 5 1 2 3 4. بون حقيقه عيت نجتهد ما عرفتش ندير تشكيل اخر. انا صايبت شي وحده بهذا الشكل، ولكن الا بقيت ندير هذا الشكل جاني ثقيل غنبقى هنايا. فغندير التشكيله تاعي القديمه. غناخد وحده وننزل وحده، ناخد وحده وننزل وحده، ناخد وحده وننزل وحده. ناخدو هاد الطرف في الاخر كندخلوه في وسط اليدين وكنشبكوها مع هادي. حقيقه هادي اصعب وحده، ولكن كتجيني سهله بزاف. فغنستمر بهاد الطريقه حتى نكمل الكميه كامله. بون انا ساليتها كامله. غنخليها حتى تنشف مزيان، واحد 2 سوايع او 3 عاد نرجع نقليها. اليوم الجو مزيان، كنت دايره نخرج لكن للاسف كنت بديت في الشباكيه فضروري غنكملها. بون العسل تاع البارح ها هي ناجحه 100%. انا غادي نقلها في واحد الحاجه شويه عريضه ونرجع نقليو في الشباكيه ان شاء الله.
المقله خصها تكون شويه كبيره، شويه الزيت تكون بكثره باش تغطس الماء مزيان. غنخليوها تسخن. العسل ها هي الشباكيه ها هي نشفات، وعلى بركه الله نبداو ان شاء الله. بون هي طابت، غنحيدها غنقص العافيه، خليها غير في المتوسط ونبداو نطيبو ان شاء الله. مين فوا نشوفوها هكا شديت لاطون تاعها، يعني ما غاديش ندير، غنبقاو نحركو، ما تحركوش حتى تشوفوها شديت لاطون تاعها. دابا نقدر نقلبها. غير بشويه، راها هشيشه مع عملنا فيها شويه الخل، خميره تاع المعجون تاع الخبز، كتجي هشيشه بزاف بزاف. انا الاولى غادي نحيدها، ضروري تستقطروها مزيان مزيان. وحليد في العسل وحليد في المقله. هي هادي كيلو كيدير كميه كبيره تبارك الله. نزيد مشعبه ضاربه عسل شويه الاخرى تسخن شويه.
كيلو ديال الشباكيه واحد لاكواط. هادو جوج غنعملهم في الفريكو، وهذا غنعملها بالثلاجه، هي كتعجبو بزاف من يوم واعر ياكل بها. انا غنخبعهم ونحطها في الثلاجه عاديه. كيلو تبارك الله كيدير كميه كبيره. يلا خليتكم على خير، متنساوش تلايك ليكم، تعملوا واحد ابوني واحد الاشتراك واحد الكومونتير مزيون بحال وجهكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله يا رب الكريم. مع السلامه.